بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعني يا عمر، أنا كان في إمكاني أقول لك السيد الرئيس، لكن ما بتطلع مني زادة، ما بتطلع مني. أسيدك على شنو وانت هاينا؟ أنا مواطنة سودانية، مواطنة سودانية حرة شريفة، لا تنتمي إلى أي طيف سياسي، ست بيت. لكن انت هاينا، هنتنا بما فيه الكفاية. أعظمك كيف يعني أقول لك السيد الرئيس؟ سيد على منو؟ سيد على نفسك انت، سيد على نفسك وعلى ناسك. أنا بأكد لك، أنا واحدة من الناس كنت بحبك شديد وما كنت برضى فيك كلمة، وهسه أنا الليلة دي كلمة من برا تمسك أنا ما برضاها. مش عندنا مثل بيقول أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب؟ أيام المحكمة الجنائية والكلام الفارغ ده نحن زعلانين عليك وما راضيين لك حاجة تمسك، لكن أنت بتستاهل، أنت ما بتستاهل لأنك هاين شعبك. أنا هسه بتكلم معاك وأنا عرقي بتلخبط. يا أخي نحن ما بني آدمين؟ ليه؟ ليه انت بتسوي كده يا اخوي؟ ليه؟ عشان شنو؟ وفي شنو انت ما بتموت؟ الموت ده ما راجيك يا اخي. يا اخي ما تتذكر الكفن ورقاد الشبر؟ كبرت وعجزت، والله العظيم الضلال في وشك باين، والله العظيم. والله اي زول بقى يقول الكلام ده، وشك بقى مسود، عيونك بقى مبشوفا، تكشيرة وشك، اسنانك اللي بتطلع دي. يا اخي اتقي الله، اتقي الله في شعبك يا اخي. يا اخي تخارج امرك قبل ما يمرقوك، قبل ما تمرق بفضيحة والتاريخ بيشهد. نحن ما خلاص يا أخي، ما جمرنا، ما تعبنا، ما تهرينا. يا أخي الشعب السوداني ده كله صابر وساكت بدعي عليك، انت ما بتخاف من دعوة المظلوم؟ يا أخي ما تخاف. إذا ما عندك جنى تخاف عليه، خاف عليه روحك دي، رويحتك الحلوة دي خاف عليها يا أخي. يا أخي حرام يا أخي عشان انت مرتاح. يا أخي أولادنا، أنا اللي قدامك دي، ها، اللي بتكلم معاك دي، أنا عندي ولد ولدته في عهدك، الليلة بقى مهندس، ربيته بقرشي، عالجته بقرشي، سفرته مرقته من البلد بقرشي، وانا كلهم عندي كم ولد، طفشتهم كلهم وقعدت. وبرا قال لك مرتاحين؟ والله برا ما مرتاحين. كان مرتاحين في التكييف وفي الكندشة وحبة القرشات اللي بيدالهم باليمين يشيلوها منهم بالشمال. يا أخي، يا أخي، كبشر كبني آدمين، يا أخي عايشين زي اللاجئين في دولة ما حقتهم، في بلد ما بلدهم. ليش نو يا أخي؟ وبلدنا نحن سلة غذاء العالم. السودان كان معروف ومشهود ليه والليلة تخلف؟ لمتين نحن في الدمار ده يا أخي؟ موصلنا وين؟ مودينا وين؟ والناس دي كلها دي الناس دي كلها بتتكلم. الناس دي يعني انت ما عندك مسؤولين اعلاميين بيجيبوا لك الخبرات والشمارات؟ ما وروك؟ يا اخي اطلع، اطلع بالليل اتخفى اعمل اي شيء،